السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب أم يحيى عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا أم يحيى ده عملت لكم شوية رز بلبن يا حبايب أم يحيى، على وشها كده البسبوسة، حاجة حلوة ولا غدت مني مجهود ولا كلفتني ولا الكلام ده. احنا بقى بتوع ايه البيوت العمرانة، بسم الله ما شاء الله، بنعرف نعمل كل حاجة حلوة بأقل مجهود وبأقل تكلفة. بصي بقى شوية رز بلبن، انما ايه، تعالي كده بقى نشوف عملنا الرز بلبن بالبسبوسة القمر الجميل ده ازاي. بصي بقى يا ستي الكل، حاجات بسيطة خالص تحلي بقك كده وتحلي كده بق العيال وابو العيال بأقل تكلفة. هنا ايه، عندي شوية كده رز، عايزة بقى تحطي رز كتير رز قليل اللي يعجبك. انا حاطة حوالي 6 معالق، انت عايزة تحطي 4 معالق وتقلي الرز تمام. هنا عندي 2 فانيليا وباكو بيكنج باودر اهو، واحد بيكنج باودر و2 فانيليا. وهنا عندي كده شوية ايه، جوز هند. حيرانين كده ايه في المطبخ من رمضان، قلت لهم لا تعالوا بقى. وهنا عندي ايه، حوالي كده 3 معالق سمنة، سمنة بلدي، سمنة عادية، زبدة، اي حاجة اللي عندك اعملي منه. وهنا 3 معالق نشا وكوباية سكر. انت برضو عايزة تقلي السكر في الرز، مش بتحبي رز بلبن مسكر؟ خلاص اللي بتحبيه سكره كويس تمام. انا حطيت الكوباية وكان سكره كويس. وهنا معايا كوباية زبادي، حطي زبادي بلدي، تحطي زبادي اللي هو جهينة موجود. وده كيس بسبوسة، البسبوسة دي نوعها ما شاء الله جميل جدا، حاجة حلوة كده يا ولاد في الحر دوت. ولا تقولي لي بقى روحي هاتي من بلبن الحتة صغنونة قد البتاعة ويقول لك معرفش بكام. وهنا عندي كيلو حليب جاموسي، تعملي بنص كيلو وتقلي الرز. اعملي بكيلو، اعملي على قد ايدك وايه، واعملي اهم حاجة تعملي حاجة حلوة. وهنا الرز اهو، عايزة تقليه تزوديه براحتك، بس لا يعني انا بحب الرز فيه بصراحة قليل، انا كمان زودت الرز. انت عايزة تقلي تمام قليه. اهو انا كده غسلته غسلة كويسة ورحت حطاه على النار في الحلة الجميلة بتاعت تيتا دي. تعالي بقى كده ايه، جبنا كده البولة الصغننة الحلوة دي بتاعت ام يحيى، ونحط فيها ايه بقى، ونحط فيها كيس البسبوسة. هنفضي كده كيس البسبوسة. اللهم صل على سيدنا محمد، صلوا على الرسول يا حبايب ام يحيى. فضينا كده كيس البسبوسة الجميل ده. وايه بقى، هنحط عليه معلقة كبيرة، حوالي كده معلقة كبيرة بيكنج باودر اهو، متحطوش كله، هو كفاية نصه. انا بقى بشيل الباقي ده كده ايه، زي ما انتوا عارفيني كده كل مرة بحطه بقى على كفتة، بحتاجه احطه في حاجة بينفعني بصراحة. وكوباية الزبادي الصغنونة دي، انا مع اني بحب البلدي ما بحبش اللي هي بتاع الشركات دي، بس حلوة، كله ماشي، كلها نعمة الحمد لله. وهنحط السمنة، بس هخلي حتة صغيرة ادهن بيها الصينية. يبقى احنا حطينا ايه، البسبوسة وكوباية الزبادي والسمنة ومعلقة البيكنج باودر، ونزلت عليهم بشوية جوز الهند. هنجيب بقى المضرب بتاعنا التعبان ده وايه،
ونروح بقى كده مسميين الله، بسم الله الرحمن الرحيم. وايه بقى، وكل الخليط ده كده ايه اعمليه كده مع بعض اهو. انا طبعا ماليش في المضارب والكلام ده، المضرب التعبان ده، فانا طبعا هشتغل بايدي. اشتغل بايدي بقى يا ولاد، ليه بقى؟ عشان لما اخلص اروح ايه، لحسه ايدي بقى، دي احلى حاجه. متضحكوش على ام يحيى يا حبايب ام يحيى، سهله قوي، مفيش ربع ساعه صدقيني، بسم الله ما شاء الله، كنت عملت حاجه حلوه والولاد فرحوا بيها اهو. دي بقى بصي، دي كوبايه ميه مكان كوبايه الزبادي اهي. بس لحد كده بيبقى معاكي كده رمل كده، وايه خلاص بقى، وتبقي خلطها كده كويس. خلاص اهي، شفتي سهله ازاي؟ انا عملتها معاكم كذا مره يا حبايبي ام يحيى على على القناه. هنا بقى جبت الصينيه، دهنتها حته السمنه اللي احنا كنا شايلينها من ايه، من السمنه بتاعه البسبوسه، حته صغيره. واروح بقى نازله كده، واروح ايه فردها في الصينيه. تفرديها كده كويس وتعملي لها سور، علشان السور بتاعها ده اللي هو الحرف بتاعها لما بيحمر بتعرفي ان هي استوت منه. البنات الحلوين بقى اللي هم المبتدئين، اللي البسبوسه ما بتظبطش معاهم، جربوا الطريقه دي وان شاء الله تظبط معاكي وتبقى زي الفل بامر الله. اهي بصوا بقى اتفردت وبقت ايه، زي الفل، زي الفل. انتوا يا فل يا حبايبي، حبايبي حبايبي واخواتي. هنا بقى الرز خلاص كان هيستوي اهو، استوى خلاص. بصوا شرب الميه بتاعته ازاي. هروح كده ايه بقى نازله عليه بالحليب من الكيس، انا بغليه، بغلي اللبن في قلب الرز بلبن، ما بحطوش مغلي اهو. بسم الله، هنزل بالكيلو بس، هشيل حوالي كوبايه ادوب فيها النشا والفانيليا اهو. بصوا بقول لكم ان انا شلت شويه، بوريكم يعني انا شلت شويه ايه من اللبن، ما حطيتش الكيلو كله. انا بقى دوبته كده كويس، وتروحي بقى ايه محيقاه نازله كده بالسكر قبل ما يغلي باللبن اهو. انا نزلت كده شلت شويه لقيته دلع بصراحه، ورحت حاطه ايه بقيه الكوبايه. انتي بقى عايزه تقلي تزودي براحتك. انا بقى ايه بقلبه كده تقليبه كويسه، وهدوق الحياء بتاعه يعني، لقيته سكره مظبوط خلاص. لان معايا البسبوسه مسكره، فانت برضو ما تسكروش الرز بلبن، علشان انت مش هتاكليه لوحده، انت هتاكلي معاه بسبوسه، والبسبوسه مسكره. هنا بقى جبت الكوبايه حطيت فيها 3 معالق نشا، وهحط بيها باكل فانيليا عليها. طبعا ايه التليفون في ايدي محيران، وانا طبعا بصور بايد وبعمل بايد، فايه يا حبايب ام يحيى، آه مش عارفه اتحكم في ايدي. ونزلت كده بشويه اللبن على النشا والفانيليا. ما تحطيش ميه علشان يبقى طعمه حلو، يعني دوبي دايما النشا سواء بتعملي مهلبيه او بتعملي رز بلبن، دوبي النشا والفانيليا في لبن مش في ميه. بس كده قلبناهم كده بقى ايه، عشان ما يبقوش فيهم تكتلات ولا حاجه، قلبتهم تقليبه كويس. بص الرز شايفه بقى لما غلى فيه، بصي عمل وش ازاي ما شاء الله. قلبي برضو ايدك فيه علشان ما يشيطش منك، خلي بالك. ووطي خالص، انا موطيه النار خالص على الاخر، واسيبه بقى كده ايه على مهله. شايفه بقى الوش ما شاء الله عامل ازاي اهو.
ايدي فيه. انت عايزه تقلي الرز عن ما انا حاطه كده قليه، يعني بدل 6 معالق حطي 4 معالق اهو. خلاص كده نزلت بقى كده، هو خلاص كده استوى وزي الفل. اخر حاجه نزلت باللبن على كوبايه اللبن على 3 معالق نشا على على باكل فانيليا اهو. قلبي بقى كده، برضو النار واطيه خالص. اقلب كده كام تقليبه كده، وايه واروح طافيه عليه. واول ما اطفي عليه على طول اروح جايبه الاطباق بتاعتي الحلوه دي اللي ما عنديش الا هي واروح ايه صب الرز اهو. اهو بسم الله. طبعا سخن موحوح، هو كده تصبيه كده هو سخن علشان ما يريحش في الحله بقى وتلاقيه جامد بقى في الحله وكده. هعير الاطباق. بصوا بقى صبيت الاطباق اهم، عيرتهم كل الاطباق اللي موجوده. ما شاء الله عمل معايا قد ايه كيلو لبن. شايفين بقى جماله والوش بتاعه بقى والعظمه اهو. تغلي اللبن في الرز بلبن بيديكي قوام جميل. بصي يا ستي، بصي بقى البسبوسه خلاص كده خرجت من الفرن. وهنا العسل، طبعا انتوا عارفين انا بعمل العسل وبشيله في مطرمان في التلاجة. العسل بتاع البسبوسه بيبقى خفيف ودافي اهو. نزلت عليه باكل فانيليا. العسل بقى انتي تعملي تحطي مثلا تحطي كوبايتين ميه على كوبايه سكر على نص ليمونه اهو. لكن انا بعمله ممكن اعمل كيسين سكر واروح شايلاه في مطرمه، وانا اجي عاوزه زي كده اطلع بقى ما اعملش، يعني بيبقى جاهز معايا. انت كمان اعملي كده. انت كده عندك وقت وفاضيه تروحي ايه عامله شويه شربات كده وشايلهم في التلاجة في مطرمون. تيجي تعملي حاجه حلوه جلاش بسبوسه يبقى عندك ايه الشربات، اعملي بقلاوه للولاد كده بينفع والله. هنا خلاص كده وهي سخنه والعسل دافي، رحت نازله ايه على البسبوسة الجميلة دي بالعسل. بص لونها بقى الذهبي، شايفة بتلمع ازاي وجميلة ازاي اهو ما شاء الله. تنزلي كده بشوية شوية هتلاقيها ما شاء الله شربت معاكي. بس ما تكتريش عشان ما تبقاش مسكرة قوي وايه، وما تعرفيش تاكلي كده حتة تقولي خلاص انا مش قادرة مسكرة قوي. انا بصي بعملها كده ما تشبعيش منها، يعني تبقى مظبوطة لا عسلها كتير ولا قليل. هنا بقى خلاص الرز بلبن الجميل ده رحت نازلة بقطع البسبوسة. يا رب الرز بلبن بالبسبوسة يعجبك، وما تستخسريش في وقتك اللايك والاشتراك علشان تنوريني يا ستي الكل. مع ألف سلامة، وإن شاء الله أشوفك في فيديو جديد. مع ألف سلامة.